وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الكريمة، يعني هؤلاء هم كفار، فكيف نعامل الكفار إن كانوا يعني لا يصلون ولا يأتمرون بأمر الإسلام ولا يتناهون عن منكر ولا يأتمرون بالمعروف؟ فلذلك كيف نعاملهم؟ كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذن بالحكمة والموعظة نعلمهم الإسلام، نعلمهم تعليم الإسلام، وأن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وأيضا فرض عليهم الصيام وإلى آخر الأركان. نعلمهم فيكونوا إن شاء الله تعالى إذا اهتدى منهم واحد خير لكم من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما طلعت عليه الشمس. فذلك هذه دعوة إلى الله عز وجل، نحن كلنا دعاء إلى الله، ولكن بما نستطيع بما أوتينا من علم وقوة أيضا. أما أن نطردهم فهذا ليس حل، ويعني نخسر هذا الأجر العظيم إذا إن يعني تاب منهم ورجع ودخل في الإسلام ورجعوا يصلون، نكسب هذا الأجر العظيم يعني أكثر مما طلعت عليه الشمس. تطلع الشمس على كواكب كثيرة غير الأرض. فلذلك الله عز وجل ماذا يقول للأبوين الكافرين إذا كان ابنهما مسلما وهما كفار؟ ماذا قال الله عز وجل؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني بالمعروف. ولكن الدعوة تكون بلين وبمحبة، حتى نحببهم في الإسلام وفي الصلاة ونرغبهم في الصلاة، حتى يعني يمتثلوا لأمرنا. فإذا صلوا وتابوا ورجعوا الله فكون أخذنا الأجر العظيم، وإن لم يفعلوا فقد أخذنا الأجر أيضا بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم.